كلمتين وبس. صديقي اللي اكتشف ان هو عليه محضر ضرب. بص يا سيدي، ما بقولكش كده علشان تفتري على خلق الله وتكسره، انت من فريد شوقي. اول ما تكتشف ان انت عليك محضر ضرب طبعا لازم تروح للمحامي بتاعك، ولازم تكون مصور المحضر. في كذا حاجة مهمة قوي لما تيجي تصور المحضر عايزك تركز فيها. اولا، وقت دخول المجني عليه لاسم الشرطة. 2، في شهود في المحضر ولا لا. وقت التقرير الطبي، والتقرير الطبي ذات نفسه هركز في التقرير على كذا حاجة: الأداة المستخدمة والإصابات. هندور إذا كان في كيدية في الاتهام ولا لا. وأخيرا، اوعى تفكر ان محضر الشرطة ده دليل على ارتكابك الواقع. في حكم المحكمة النقض بيقول ان محاضر جمع الاستدلالات ليست لها الحجية المطلقة التي أسبغها القانون على الورقة الرسمية التي أعدت له، وإنما تكون قابلة للمناقشة والتمحيص وإثبات عكسها بكافة طرق الإثبات. وفي الآخر لازم الأستاذ المحامي يكون معاك في كل خطوة أنت بتاخدها. اوعى تشغل دماغك واوعى تشتغل لوحدك. سلام عليكم. وبس. صديقي مواطن الشارع البسيط، تعمل ايه علشان تعمل محضر ضرب صح؟ اولا، هتتوجه الى قسم الشرطة اللي حصلت فيه الواقعة، معايا البطاقة بتاعتي، واعمل محضر ضرب للناس اللي ضربوني. لو اللي ضربني شخص واحد اذكره باسمه وحدده، ولو كذا شخص اذكر كل واحد ودوره والأداة المستخدمة. واهم حاجة نحدد الأداة المستخدمة. هطلع على المستشفى علشان تتعرض وتعمل التقرير الطبي بتاعك. اوعى تفتري في الإصابات علشان الدكتور هيكتب كل حاجة موجودة قدامه. التقرير الطبي اللي حضرتك عملته هياخد رقم أحوال وهيرجع على المكان اللي انت عامل فيه المحضر اللي هو اسم الشرطة، وهياخد رقم قضائي وهيتجنح وهيرجع على النيابة اللي بدورها اللي هتنزله جلسة ان شاء الله. ويا ريت تكون خدت حقك. سلام عليكم. وبس. ازيكم عاملين ايه؟ بتحلم بالليل ان انت عايز تتجوز 4؟ طب تعالى وانا اقول لك الطريقه. بس قبل ما اقول لك الطريقه دي هقول لك على كذا حاجه. يعني 4 قضايا نفقه، يعني 4 قضايا قايمه منقولات، يعني 4 قرارات تمكين على مسكن الزوجيه، يعني 4 قضايا عده ومتعه ومؤاخره، نفقات صغار كتيره جدا، يعني 4 قضايا مصاريف دراسيه. من الاخر عايز اقول لك كلمه مهمه جدا تحطها حلقه في ودانك. اسمع مني يا بلديه كلمه صغيره لكن هي كيد الحريم من قده لو مال على حيط هده. السلام عليكم. مساء الخير اصدقائنا اصدقاء محامي الشارع، يا رب تكونوا بخير دايما. حبتيه؟ ايوه انت، ردي عليا. سمعك اغنيه قلبي حبك انت وسماك يا حبيبتي، سلمتي له نفسك؟ كتبت ورق عرفي؟ سابك وباعك علشان ملوش امان وخاين؟ تعالي بقى ركزي معايا علشان اقولك ازاي بيتم اثبات الزواج العرفي او اثبات النسب. بص بقى بنت الناس، كيف يتم اثبات الزواج؟ يمكن اثبات الزواج اما بشهادة الشهود، او ان يقر الطرف الذي انكر الزواج به، او ان يطلب من الطرف المنكر ان يؤدي اليمين انه غير متزوج فيرفض تأديته. حضرتك هتسأليني سؤال: هل تقبل دعوى اثبات الزواج او اثبات النسب من الزواج العرفي؟ اقولك ايوه تقبل الدعوة. في حكم شهير لمحكمة النقض بيقول بأنه لا يشترط في إثبات عقد الزواج العرفي تقديم العقد ذاته، بل يكفي أن يثبت بالبينة وحصول المعاشرة الزوجية في ظله، باعتبار البينة الشرعية هي إحدى طرق الإثبات. كما إنه ليس بلازم أن يشهد الشهود حضور مجلس العقد العرفي، بل يكفي بأن يشهدوا بعلمهم بحصول الزواج، لأن الشهادة بالتسامع هنا جائزة بشرط واحد: ألا يصرح الشاهد في شهادته بلفظ أسمع. وده كان الطعن رقم 462 لسنة 64 قضائية، جلسة 15/2 لسنة 2000. صديقي المستمع، عزيزي المشاهد، عايز أقول لك كلمتين نصيحة حطهم حلقة في ودانك. اوعى تتجوز لو انت معكش مصاريف الطلاق. تصبح على خير.